3 جمل من لعيبة الأهلي في مباراة الترجي في رادس ب3 أهداف. في الفيديو ده هتكلم عن التريكات ال3 في ال3 جمل اللي اجى منهم ال3 أهداف. أول حاجة هدف بيرسي تاو كان عبارة عن إيه؟ عبارة عن تجميع اللعب في الطرف الشمال اللي فيه علي معلول وحسين الشحات، وكان بيضم لهم بيرسي تاو. يبقى ال3 بيعملوا المثلث ده في الطرف الشمال. الكرة اتلعبت بين ال3 وراحت لعلي معلول اللي باص الكرة لكهربا الفرود اللي نزل في انصاف المساحات واستلم تحت ضغط وعمل محطة بشكل مميز جدا، ولعب الكرة بشكل عرضي لحمدي فتحي لاعب الوسط اللي كان داخل يلعب داخل لاعب صندوق في الهجمة دي. يبقى احنا عندنا 3 لعيبة في الطرف، زود عليهم كهربا 4 وحمدي فتحي 5، 5 لعيبة شاركوا في الكورة. حمدي طبعا فوت الكرة لبيرسي تاو، لكن انا عايز اقول لك ان 5 لعيبه اشتركوا في كرة الهدف الاول. لما الكرة عدت من حمدي فتحي راحت لبيرسي تاو اللي كان خالي تماما ومفيش عليه اي ضغط من لاعبي الترجي. اقرب لاعب كان مثلا في بينه وبين بيرسي تاو 10 ياردة مثلا، فتاو خد الكرة وداس عليها ودخل ال 18 وسدد بشكل مباشر وقوي على حارس الترجي، مسجلا الهدف الاول اللي ولا اروع. على فكرة التكنيك بتاع تسديد تاو الناس بتظن ان هي كرة سهلة، وانا بتفرج على المباراة الناس في يعني في الكافيتيريا اللي بتفرج فيها قالوا انه كرة سهلة ان هو الحارس يتعامل معاه خالص، وكان المفروض يتعامل معاه ان هو يترمى عليها ويتعامل بايديه. ليه اتعامل زي تعامل يعني زي لعيبه او حارس الهاند بول؟ الكوره قريبه جدا وقويه جدا وطبعا فيها سرعه على حارس الترجي، فملحقش اصلا، رد فعله كان بطيء جدا لان تاو كان سريع في ان هو يدوس على الكوره ويدوس على الكوره ويسدد بشكل مباشر في المرمى او على يمين الحارس يعني. فالفكره كلها في الهدف الاول تجميع اللعب في الطرف الشمال، وانك تفضي الطرف الاخر الوينج في الطرف الاخر ان هو ياخد الكرة ويدوس ويسجل زي ما عمل بيرسي تاو وفينش ولا اروع. على فكرة طوال المباراة كانت الجملة دي بتتلعب، لكن ما كانتش بتنتهي النهاية اللي عملها بيرسي تاو. نيجي للهدف الثاني. طبعا نجم المباراة بيرسي تاو عمل الهدف الثاني برضو ولا اروع. الراجل لما اخذ الكرة من الطرف وبدأ يتجول في بين نص ملعب ودفاع الترجي بشكل جماهير الاهلي نفسهم كانوا بينادوا عليه شوط يا تاو شوط يا تاو. انه الراجل يعني بمعلمه منه اتنقل من الممرات الطرف اللي هو فيه اللي هو الطرف اليمين، ثم دخل على انصاف المساحات وهوش وما شاطش، ثم دخل في عمق الترجي ومن على خط ال 18 وقام مسدد مثبت حارس الترجي بشكل جميل جدا. هدف ولا اروع. يعني الثلاث اهداف اللي بنتكلم عليهم مختلفين تماما، كل هدف فيه فكرة وفيه شغل عالي جدا من كولر وترجمة ولا اروع من لعيبة الاهلي. ان كان الهدف الاول اللي اتكلمنا عليه في اول الفيديو او الهدف اللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي اللي هو القطع بشكل عرضي، الكرة بدأت من الطرف ثم انصاف المساحات ثم وقف على الكرة في عمق الترجي ويسدد بشكل رائع جدا مسجلا الهدف الثاني. يبقى انت عندك وينج يمتلك المهارة، يمتلك الذكاء، يمتلك التحرك المميز جدا 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 اللي خلاه يوصل للنقطة دي ويسجل منها. الحقيقة يعني مستوى مميز جدا من بيرسي تاو، ونتمنى ان شاء الله المزيد في المباريات القادمة. الهدف الثالث مرتدة نموذجية لعبها دي اليو ديانج بانه قطع الكرة وعمل الهجمة العنترية بتاعته انه بياخد الكرة بكل سرعة
وبينقل الهجمه وبيعمل التحول السريع جدا جدا لنص ملعب الترجي. والحقيقه كانت زي ما انا بقول جمله نموذجيه، انه قطع ومقش بالكوره، استمر في ان هو بكل سرعه ان هو يوصل لاقرب مكان من منطقه او اقرب مساحه من منطقه جزاء الترجي. وطبعا عمل التمريره لحسين الشحات اللي برضه بكل سرعه لمح كهربا في الطرف الاخر، وصل للست ياردة. طبعا لعب العرضيه الارضيه بتميز حسين الشحات، الحقيقه لعبها بشكل مميز جدا. وطبعا ضعف الرقابه والتغطيه العكسيه عند مدافعي الترجي، ما كانش في اي ضغط على كهربا اللي تعامل مع الكره برضه بشكل مباشر. الميزه في الهدف ده ان اللعب كله مباشر وسريع، بدايه من اليو ديانج اللي بدا الكوره قطعها واستمر بشكل عنتري وقوي وسريع ان هو يوصل الكوره لاقرب مساحه من مرمى الترجي، ويلعب بسرعه لحسين الشحات اللي يعني لم يتوانى في انه يلعب بسرعه هو كمان العرضيه الارضيه لكهربا اللي قطع بسرعه وتعامل بشكل مباشر مع الكره، محرزا الهدف الثالث اللي بشكل كبير يعني ان شاء الله يكون هو اللي اكد صعودنا ان شاء الله. ويعني بلغه الملاكمه كده جعل لاعبي الترجي ريمو الفوطه من اليأس للوصول لمباراة القاهرة إن شاء الله الجمعة القادمة. وإن شاء الله ننفذ الثلاث أفكار دول تاني في مباراة القاهرة، ونسجل أكتر من 3 أهداف إن شاء الله. رجالة الأهلي أداء وقدود بإذن الله. كل التوفيق للنادي الأهلي في مباراة الجمعة والصعود للنهائي في النهاية. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.